انا عايزه اعرف ايه اللي بيحصل بجد. المفروض اكون مشهوره، المفروض اكون شركه تتبناني، مؤسسه تتبناني، لان انا فنانه، لان ما ينفعش الحياه تكمل معايا كده. انا بصمم شنط وبصمم فساتين وبعرف اخيط وبعرف اعمل حاجات كتير، ومع ذلك محدش مكتشف موهبتي خالص. بصوا الشنطه دي، استنوا هبعد الكاميرا خالص. ايوه، بصوا الشنطه دي، بصوا عليها بس. هتصدقوني لو قلتلكوا ان انا اللي عملت الشنطه دي؟ والله ما هتصدقوني. انا اللي عملت الشنطه دي يا جماعه، انتوا مصدقين؟ والله ما مصدقين. بس عشان اثبت لكم ان انا فعلا فنانه، وان انا استحق ان كل الناس تعرف موهبتي، وكل الناس تتبناني فنان، وان انا اكون مشهوره بدل الناس اللي بتلاقوا على السوشيال اللي ولا ليهم لازمه دول. وان انا فعلا موهبه حقيقيه، خمسة في عين العدو، يعني انا موهبه حقيقيه فعلا. مفروض حد يكتشف موهبتي دي، لان دي انا اللي عاملاها بنفسي. والتصميم ده مش موجود عند حد في العالم، التصميم ده من دماغي انا بس. بصوا الشنطه اصلا عامله ازاي من جوه، بصوا اصلا عامله ازاي الشنطه. دي شنطه سواري من الاخر، ومحدش مصدق ان انا اللي عملتها. مش هتكلم كتير، تابعوا الفيديو للنهايه عشان تعرفوا ان انا فعلا اللي عامله الشنطه دي ومش شاريها من بره. لان بجد اللي بيحصل ده ظلم. انا موهبه لازم تتعرف، انا موهبه لازم كل الناس تعرفني، كل الناس يعني تعرف ان في موهبه في مصر، في مواهب قبطيه، في مواهب لازم الانسان يعني يشوفها. نضفوا عينيكوا، نضفوا عينيكوا بالجمال ده. بصوا الجزء ده لوحده، الجزء ده لوحده انا اللي عاملاه بنفسي من الاستراس. تقدروا تعملوا التصميم ده، القلب اللي في النص والاستراس اللي هنا. انا مش هتكلم كتير، انا مش، انتوا تابعوا الفيديو للنهايه، ولو عرفتوا تعملوا زي منشنوني في الفيديو اللي انتوا عملتوا فيه، منشنوا قناتي يعني، ماشي؟ بصوا بس، بصوا بس، يعني ده انا لو مشيت بيها في الشارع كل النسوان هتتهبل عليها اصلا. هتقولي ايه اللي انت عاملاه ده، ايه الحلاوه دي، احنا عايزين زيها. وابيع بقى، بس انا مش هبيع، انا ابويا بيصرف عليا. بس يعني تنفع فكره مشروع يعني. ايه دي قطعه اثار يا جماعه. الموهبه دي لازم تتعرف، لازم اكون مشهوره، لازم قناه تستضيفني واستعرض فيها التصاميم بتاعتي والشنط بتاعتي والافكار بتاعتي. لازم ده، لازم ده ضروري يعني. اهي، وبصوا الايد عامله ازاي اصلا. تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا ازاي عملت الشنطة دي. تابعوا الفيديو للنهاية لو عايزين تعرفوا ازاي عملت الشنطة دي. تابعوا الفيديو للنهاية، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان توصلكوا فيديوهاتي اول باول، وتعرفوا تعملوا حاجات حلوة زيي بدل ما انتوا قاعدين كده. انا بهزر معاكوا، احنا اخوات يعني. خلينا مع الطريقة. فوم جليتر اي لون. انا عندي فستان احمر فانا هختار اللون الاحمر. طبعا جليتر، عايزه تجيبي ساده براحتك، كل حاجه براحتك. بصوا يا جماعه، تنيتها نصين وقصيتها بالشكل ده. انا عايزه شكل الشنطه يكون كده، انتي ممكن براحتك تخلي شكل الشنطه زي اللي انتي عايزاه، لكن بصوا يا جماعه انا خليت الشكل كده. وطبعا هجيب الجزء التاني كده واقوم ايه، قصاه برضو كده نفس الشكل الاولاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه، قصيت الاتنين قد بعض بالظبط. طيب ده ايه؟ ده زي ما انتم شايفين قماش خريشه او قماش احمر، اي قماش احمر. جبت القماش ده قصيته اتنين قد بعض عشان اعمل بيه طروف الشنطه. بصوا يا جماعه، دي طريقتي، كل واحد ليه طريقته. انا هعمل الطريقه دي ان انا هلزق بالجوانب بمسدس الشمع. انا عايزه منظر بس، انا مش هخرج بيها يعني خروجات اسيا، انا هخرج بيها بس ايه السواريه، او اتصور بيها الحاجات دي يعني، بس احطها في الخزنه بتاعتي واقفل عليها، مش هستعملها يومي يعني، ماشي؟ فكل واحد ليه طريقته في الصناعه بتاعته. فانا طريقتي بقى ان انا هجيب مسدس الشمع والزق الطروف والزق الاتنين ببعض، واعمل لها ايد واعمل لها حبشتكنات والحاجات دي. زي ما انتم شايفين عملت البطانة جوه اهي عشان تبقى شنطة. بصوا يا جماعة، بعد ما خيطتها من الجنبين عملت لها ايدين، ودي استرسية من النص قمت انا لازقاها، وده استرس. بصوا يا جماعة، هو ده. جبت استرس عشان ازينها بقى وابدأ ايه اعمل
شكل كده داير ما يدور. وطبعا دي هدهنها بمنوكير شفاف او فرنيش او غير ابيض ايا كان. بس بصوا شكلها تحفة قوي ازاي، تحسوا انها زي النار كده. البشاير يا جماعة، البشاير يا جماعة تحفة قوي، تحفة قوي. باع بكام؟ دي تتباع ب2000 جنيه. بصوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين انا ضفت في الشنطة دي ايه يا جماعة؟ دي بواقي القصايص. بصوا لزقت هنا، دي المتر منها ب25، بتبقى عند اي مستلزمات خياطة او اي مستلزمات سواري. لزقت هنا من فوق وقمت راجعة ولزقها من تحت بحيث انتج لي الشكل ده مش ضروري، انت عايز تعمليه اعمليه، بس بجد هتنقل الشنطة في حتة تانية خالص. يا جماعة جبت من عند بتاع اللي هو الكروشيه والتريكو والخياطة، ولزقتها كده على الطروف. ماشي حبل كده، بصوا قعدت الزقه كده على الطروف. هنا انا لزقت في اغلب الشنطة، ناقص بس الحتة دي الزق فيها. ماشي واعملها داير ما يدور. لكن البشير حلوة اوي يا جماعة. وده هو الشكل النهائي للشنطة بعد ما ظبطتها. عملت الحواف بأي خيط يعني لونه ذهبي، وعملت ايد الشنطة. قولوا لي ايه رأيكم فيها.